طيب شيخ، أنا سمعت لك قصة أيضا لرجل كبير بالسن اللي حضر مجلس الذكر عندك واتصل عليك في العزاء وسافر مع أولاده للحرم. ودي أسمع قصة منك شيخ. نعم، هذه قصة أحد الإخوة منسقي المحاضرات للمشايخ والدعاة. اتصل فيه عشان أقيم محاضرة في أحد المساجد، وعندما حضرت المسجد وجدت رجل كبير في السن، في يعني يتعدى 60، حافي القدمين، جاي يبغى يحب راسي، يسلم على راسي. وإذا المنسق هذا يقول هذا والدي، إلا يبغى يحضر محاضرتك زي ما أنت شايف يا شيخ، كبير في السن وعلى عكاز، وإلا يبغى يحضر. قلت له يا والدي أنا أجيب لك شريط الشيخ، أسجل لك يا سمعك يا، قال إلا يبغى يحضر بنفسه. ما شاء الله، مجلس الذكر. نعم، فأنا حبيت راسه بدل ما قلت والدنا أنت بركتنا، وولدك هذا له الأجر. شوف الجمع اللي جايين في المصلى هذا كله له الأجر. استمع المحاضرة وانتهينا. ثاني يوم اتصل بي قال لي يا شيخ عندي حالة وفاة. قلت طيب ايش المطلوب مني؟ قال لي والدي الكبير في السن اللي حضر محاضرتك يبغى يطلع معايا عشان يدفن الرجل هذا من أقاربنا، وأكلم فيه ما يقدر، مكة بعيد وسنه ويطلع السيارة عالية ونزلة، فأبغاك تكلمه يا شيخ إنه ما يروح. قلت ما تقدر، خلاص ما دام السن هذا يعني والدك صمم على شيء لازم تروح، خله يروح، حاول تكون معاه. أصر إنه يروح مكة. نعم، لأجل عشان يحضر جنازة واحد من الإخوة الأقارب له، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. يقول يا شيخ وصلنا مكة وحطوا الجنازة في الحرم، وجلسنا نستنى صلاة الفجر، فإذا والدي يمشي لغاية مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأنا شايفه قدامي ويمشي، ووقف يصلي. بعد ما غلق الصلاة قام اتكى كده، باقي وقت على أذان الفجر، اتكى على مقام سيدنا إبراهيم بكتفه الأيمن، فسيبته يرتاح. وقيمت الصلاة، استنى طالع في والدي أبغى يقوم فما قام، فجيته الصلاة قامت الفجر، فجيت أحركه فإذا هو ميت. الله أكبر، راح يصلي على ميت قبض. نعم. الله روحه. نعم. وما تدري نفس بأي أرض. فين؟ في بيت الله. الله أكبر. وفجر يوم خميس. الله، ترفع الأعمال إلى الله. نص اللي جو على العزف ده راحوا مع الميت الأولاني، والنص الثاني اتصل بولده وقال لي يا شيخ أباك تيجي تغسل أبويا، ما نقدر ننزله جدة عشان نغسل ونرجع ثاني. قلت أنا الآن بغسل حالة، لكن أرسلك على طلابي في مغسلة فلان فلان. اتصلت بأحد الإخوان، جو أخذوه ودوه. لكن الشاهد في القصة هذه يا إخوان، والرجل موجود من اللي غسله موجود، يعني يقول والله يا شيخ، يقول يعني خرجت من الرجل هذه رائحة أقوى من المسك. الله، رائحة خرجت منه أقوى من المسك. وصلوا عليه في الحرم ودفن في نفس المقبرة في نفس اليوم، هذا في صلاة الظهر وهذا في العصر. شيخ، إنسان بهالعمر حريص على مجلس الذكر بهذه الصورة، وحريص يروح يصلي جنازة، يسافر عشان صلاة جنازة، يروح يصلي في الحرم، ويقوم قبل صلاة الفجر يصلي الليل، وينتظر أذان الفجر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هذا مو تطلع منه رائحة الطيب وبس، هذه أنوار تخرج منه. هذه كرامات لناس يعني قضوا حياتهم لله سبحانه وتعالى.